سر صلصة الكشري بتاعة المحلات وازاي تطلع بالقوام ده، وكمان هتعمليه في حلة واحدة، وازاي تعملي الدقة الخطيرة دي والبصل يبقى لونه ذهبي ومقرمش كده. النهاردة هقولك على تكات وأسرار خطيرة. عندنا كوباية من العدس بجبة هنقعه من 3 ل 4 ساعات وهركنه على جنب. عندنا كوباية بقى من الحمص هنبدأ كده ننقعه من 3 ل 4 ساعات في مية عادية خالص، أهم حاجة المية تكون مغطياهم كده. نقعنا الحمص ونقعنا العدس بجبة، ودي كانت أهم خطوة. تلاقي العدس بجبة قطم معاكي كده، نغسله كويس جدا ونصفيه. وبعد كده عندنا الحمص هبدأ أجيب حلة واسلقه كده على نار هادية لمدة نص ساعة. عندنا بقى بصلاية متقطعة جوليان بالشكل ده، عليها معلقة نشا. لكل بصلاية معلقة نشا، يعني لو هتعملي 3 بصلات اعملي 3 معالق نشا. زيت غزير بقى كده ويكون سخن، وانزل بقى بالبصل بتاعنا على نار متوسطة ياخد اللون الخطير ده، واحطه في مصفى هيبقى مقرمش معاكي لحد اخر واحدة. الزيت بتاعنا نسيبه يبرد تماما واصفيه، وهو ده الجوكر بتاع الوصفة بتاعتنا النهاردة، زيت البصل. هجيب شوية زيت كده واحمر فيها كوباية من الشعرية وياخدوا لون الذهبي الخطير ده اللي انتي شايفاه. مش عايزة اقولك الريحة قلبة الدنيا. وبعد كده هننزل على طول بالعدس بجبة اللي احنا نقعناه وصفيناه وغسلناه كويس جدا. شوحيه بقى مع الشعرية كده، وانزلي بكوباية ونص من الرز المصري المغسول كويس ومتصفي. تلاقيها بقت مفلفلة معاكي واتغلفت بالزيت بالشكل ده. هروح نازلة بقى بكوباية من المكرونة المرمرية، كوباية من المكرونة الخواتم، ولو عندك سباكيتي حطي. قلبي بقى كل المكونات دي كويس جدا. التوابل بتاعتنا ملح وكمون بس كده. هنقلب بقى الملح والكمون كده في الرز والمكرونة، معيار الرز العادي مية سخنة، وأول ما يتغطى تماما كده يبقى هو كده مظبوط. أول ما تشرب المية هوطي عليه أسيبه يتشمع. شايفة مفلفل وخطير ازاي، وكله في حلة واحدة. عندنا 8 فصوص من التوم كده هنبدأ كده نفرمهم، وعندنا طماطم. أساس صلصة الطماطم هي التوم. الزيت بقى اللي احنا حمرنا فيه البصل هنحمر فيه التوم المفروم ياخد اللون الخطير الذهبي ده. هنزل بمعلقة صغيرة من الكزبرة، وانزل على طول بعصير الطماطم ومعلقة من معجون الطماطم، هيظبط القوام معاكي جدا. عندنا بقى وصل القوام ده وغليت تمام واتسبكت. هنزل بقى بملح وكمون ورشة من السكر ورشة من جوز الطيب وفلفل اسمر. هنقلب بقى المكونات كده وتبقى الصلصة بتاعتنا جاهزة. دقتنا الخطيرة مية سخنة، فصين من الثوم المفرومين، ربع كوباية من الليمون، ربع كوباية من الخل، ملح وكمون وكزبرة وبابريكا وملح. بس كده احلى دقة هتاكليها. شايفة لونها وقوامها يجنن ازاي، خطيرة. قدمي بقى الكشري كده في علب، تقدري تعملي منه مشروع وتطلعي منه اوردرات. شايفة الرز مفلفل ازاي وخطير. حطي بقى الحمص بتاعنا كده والبصل بتاعنا المقرمش اللي لونه ذهبي ويجنن ده. بطريقة سهلة وبسيطة تعملي اسهل كشري في البيت، الطعم ينافس اكبر المحلات واكبر البراندات. قدميه كده مع الحمص والصلصة والدقة بتاعتنا الخطيرة، وإن شاء الله هنزل لكم بوصفة الشطة في الكومنتات بإذن الله. ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. أشوفكم في وصفات جاية كتير مع هبة إبراهيم. باي باي.